الفنان عادل إمام قيمة وطنية ما اقدرش اتعرض اليه الا اذا كان معايا وثائق ومستندات انا شخصيا مطمئن اليه. كل اللي لقيته عندي انا مش مطمئن اليه، قلت اطلع اقول للناس الحقيقة. مش معنى ان عادل امام شتمني وقال ان انا قذافي مصر وقعد يتريق عليا ان انا هرد وخلاص. انا بقول للفنان عادل امام كلمة واحدة، علشان انا ربما ما افتحش الملف ده، لان انا لو فتحته هفتحه من جوانب تانية خالص مرتبطة باشياء، لان هي دي الحاجة الوحيدة، المستندات الوحيدة اللي عندي اللي انا مطمئن اليه. موضوع الضرايب بناء عليه انا بقول للفنان عادل امام متشكرين يا عم، وربنا يسامحك، وربنا يسامحك، ربنا يسامحك في اللي انت قلته عليا، ولكن صدقوني انا لو وصل الي وثائق ومستندات اطمأنيت اليها سوف اقوم بفتح الملف مباشرة. دي دولة يا جماعة. القرآن بتاعنا بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما قالش تفرقوا حتى أباهي بكم الأمم، لا، ده قال اتحدوا لكي تواجهوا الأمم. أنا لما بزيح حاجات وبجيب مستندات ووثائق كل ده ليه؟ علشان أعرف الشعب كله وأعرف الشباب أنفسهم. يا أولاد راجعوا نفسكم، يا أولاد راجعوا نفسكم.